أسعد الله مساكم متابعينا وحياكم الله. تأخرنا عليكم الساعة الحين 4:03. طبختنا أيضا اليوم راح تكون ربيان بحليب جوز الهند مع البهارات. راح تكون إن شاء الله طبخة لذيذة وجميلة مع العيش الأبيض. خلونا نشوف المكونات اللي شايفينها قدامكم. عندي كيلو ربيان، كيلو ربع. عندي بصل أخضر فريش، عندي كزبر، جوانح بصل هندي، عندي فلفل ملون بعد ناقص الأحمر، عندي حليب جوز الهند كوب، ورق الكاري، ليمون، بودرة الزنجبيل. بداية الأمر نتبل الربيان برا بروحه، قفشة بابريكا، قفشة كزبر، قفشة كركم، ومع بودرة الزنجبيل كذي. أيوة نتبله ونخليه على جنب. نزل بصل ونحمسه تمام. نحمس البصل أول ما يتغير لونه كذي ننزل عليه الثوم، نحمسه وياه. نزل فلفل ملون، نحمسه وياه. نحط عليه الكزبر ونخلي شوية حق بعدين. ورق الكاري عشان يعطي النكهة الأصلية الهندية. كزبر، كركم، فلفل أسود، وبابريكا، ونحمسهم وياه. بعد ما حمسنا كذي ننزل الربيان بالتدريج ونزيد النار. أهم شيء ملعقتين معجون بس كافي كذي. نحمس الحمسة بس 3 دقائق. رش عليها الملح، آخر شيء الملح، لأن الربيان لا تملحها من أول شيء ترى يعصي عليك ويعرق. الملح الربيان آخر شيء تملحونه. كذي طبختنا جاهزة ومستوي كل شيء تمام. كوب حليب جوز الهند، تقدرون تضيفون عليه شوية ماء أو كريمة. هذه خلطة ربيان بحليب جوز الهند مع الكريمة. نضيف عليها شوية ليمون، ملعقتين بس. كذي جاهزة طبختنا. شوفوا الألوان وتداخل الألوان، شوفوا جمالها. الكزبر كش مبين. الحين نحط عليها البصل الأخضر، نتركها تتسكر 5 دقائق. كذي هذا قوام مرقة حليب جوز الهند مع الكريمة وشحالاتها. جاهزة الحين، بس تاخذ لها 3-4 دقائق. إذا حطيتها خليتوا وايد راح يصير عندكم مثل ربل عرق. الحين كافي طايش زينة. بس نسكر عليها ونغطيها ببخارها. مرقة الربيان بحليب جوز الهند بخلطة الكريمة والبهارات اللي انتم شفتوها. كل من له تكنيك بالنت. هذا التكنيك انا معتمده، مسويه مضبطه، يعني خلطة حلوة جميلة. دخلنا فيها ورق الكاري